مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. الحلقة النهاردة طبعا على القرار اللي خده الكابتن محمود الخطيب وشاغل الرأي العام الكروي في مصر، وقرار ان هو عدم الترشح في الانتخابات القادمة واستقالته من مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي. طبعا أول ما القرار ده نزل أو الجواب ده انفرد بيه القاهرة 24. طبعا أنا مش عايزكم تصدقوا كل الناس اللي قعدت تهبط، وكله بقى يطلع يقول لك ده انا انفردت، وكله يقول لك الكلام اللي انت بتسمعه كل على طول ده. اللي انفرد بالجواب القاهره 24. انا اتصلت باحد الاصدقاء اللي موجود في القاهره 24 واتاكدت منه في الخبر بعديها على طول، علشان كده نزلته على صفحتي بعد تقريبا ما القاهره 24 نزلته في بعديها مثلا ب 10 دقايق ولا حاجه، لما اتاكدت ان الخبر صحيح. طلع نفي من بعض الإعلاميين وطلع نفي من بعض الصحفيين، وحتى مجلس إدارة النادي الأهلي، في ناس جوه مجلس إدارة النادي الأهلي نفوا الخبر ده، ونفوا إن الكابتن محمود الخطيب قدم استقالته. طب هم كانوا بيعملوا كده ليه؟ لأن كان في محاولات إن هم يقنعوا الكابتن محمود الخطيب إن هو يرجع عن القرار ده، ولكن الكابتن محمود الخطيب كان واخد قرار نهائي بعدم استكمال مسيرته مع النادي الأهلي كرئيس للنادي الأهلي. هل القرار ده نهائي؟ حاليا لحد دلوقتي ما أنا بكلمكم الكابتن محمود الخطيب مش عايز يرجع في القرار ده نهائي، ولو حصل تعديل هيكون هو استكماله للفترة اللي فاضلة تقريبا الشهر لحد الانتخابات، علشان يحصل انتخابات جاية. ولكن أنا بقول لك بنسبة يعني 99% صعب جدا عدول الكابتن محمود الخطيب عن قراره بالاستقالة أو عدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي. الناس طبعا بدأت دلوقتي من دلوقتي تطرح الأسماء البديلة وكل الكلام ده كله، ولكن في شخص واحد هو اللي قدر يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، لأنه كان قافل كل التليفونات بتاعته هو وعيلته. الشخص الوحيد اللي قدر فعلا يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب هو الكابتن حسن مصطفى، واتكلم مع الكابتن محمود الخطيب ان هو عايز يشوفه وعايز يقابله وعايزين يتكلموا في موضوع عدم الترشح والاستقالة. فهنشوف الضغوط الفترة اللي جاية. مجلس إدارة النادي الأهلي تقريبا كده شبه أكمله، باستثناء حسام غالي طبعا. مصممين على إقناع الكابتن محمود الخطيب بالرجوع والعدول عن قراره بعدم الترشح. هل تصريحات حسام غالي زي ما الناس ربطتها هي كانت سبب الاستقالة؟ المفاجأة إن الكابتن محمود الخطيب بقاله يومين ثلاثة مبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو عايز يستقيل أو إن هو مش عايز يترشح الفترة اللي جاية. ولكن أنا ما بنكرش إن تصريحات حسام غالي هي اللي أكدت موقف الكابتن محمود الخطيب، لأنه هو حتى أصلا كان قاعد مع اللعيبة واتكلم معاهم بشكل إن هو ممكن ما يكملش، وقال لهم إن دي آخر مرة إن أنا هقول لكم الكلام ده وأقعد معاكم القعدة دي. فكان في نية من الكابتن محمود الخطيب ان هو ما يكملش، ولكن تصريحات حسام غالي كان بالفعل ليها تأثير ان هي تخلي محمود الخطيب ما يرجعش عن قراره اللي هو تقديم الاستقالة او عدم الترشح الفترة اللي جاية. انا بقالي فترة كبيرة بصراحة، سنة تقريبا، كنت عايز اتكلم في موضوع حسام غالي، ودايما كنت بحاول كده يعني ان انا ما اسيروش في الفترات اللي فاتت، خصوصا النادي الاهلي كان داخل على معتركات قويه، منها مثلا كاس العالم والكلام ده كله. ولكن انا بقالي فتره شايف ان حسام غالي لا يصلح ان هو يكون في المكان بتاعه في مجلس الاداره. حسام غالي اهلاوي، بيخاف على النادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، انا ما بنكرش الكلام ده كله. ولكن حسام غالي في الإدارة كان كابتن طبعا من الكباتن التاريخيين للنادي الأهلي، ولكن حسام غالي في الإدارة مختلف تماما. أنا ضد إن أنت تكون في مكان إداري وتكون مختلف في الآراء، مع ممكن أنت تكون شايف حاجات غلط في مجلس الإدارة، ولكن هل الصح إن أنا أتجاهل المواجهة، ان انا اختفي، ان انا ما اروحش مجلس الاداره الاجتماعات، ما احضرش، ما يبقاش لي اي راي؟ لا طبعا، انا ضد الطريقه دي من الاداره. وعلى فكره
وممكن تكون نجم كبير، ممكن تكون كابتن تاريخي، كل الكلام ده كله، ولكن لما تيجي في الإدارة ما تبقاش بنفس الأداء اللي أنت كنت بيه كلاعب كورة أو نجم. زي مثلا أنا بشبه حسام غالي في فترته مع النادي الأهلي في مجلس الإدارة بحازم إمام، طبعا نجم زملكاوي، برضه أسلوبه في الإدارة سلبي، ما بيبقاش ليه تدخلات. علشان كده انا بشوف ان النوع ده صعب ان هو يكون مثلا رئيس نادي او ان هو يتخذ القرارات. لازم تواجه، ما تبقاش سلبي، لازم تقول رأيك حتى لو انت ضد المجلس كله. وهو ده اللي ما كانش بيعمله حسام غالي فترته اللي قعد فيها في مجلس إدارة النادي الأهلي. لما حس ان هو صوته مش مسموع او ان هو مختلف في الآراء مع بعض الناس اللي جوه مجلس الإدارة، وده طبعا اللي هتكشفه الأيام اللي جاية، وكان بيوصل لنا من داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. فحسام غالي كان بيتجاهل الصدام، علشان كده كان مختفي الفترات اللي فاتت وما كانش بيحضر. وانا بنتقد مجلس اداره النادي الاهلي ان انت يكون عندك عضو جوه مجلس اداره النادي الاهلي وما بيحضرش الاجتماعات وما بيروحش ومالوش اي دور جوه مجلس اداره النادي الاهلي، وانت تسيب الموضوع ماشي كده عادي ولا وكأن حاجه ما حصلتش. فهل تأثير كلمات حسام غالي على الكابتن محمود الخطيب هي دي اللي أثّرت فيه؟ يعني إن كلام حسام غالي إن طبعًا الأسطورة صالح سليم هو أحسن رئيس نادي والكلام ده كلّه، إن هو نِفْسه يرجع في الزمن القديم ده وإن هو بينتقد الزمن الجديد. هل هي دي الكلمات اللي أثّرت في الكابتن محمود الخطيب؟ لأ. اللي أثّر في الكابتن محمود الخطيب إنه حَس إن الفترة اللي فاتت ما قدرش يختار الناس السليمة أو الناس اللي هو المفروض يختارها اختيار صحيح إن هي تكون موجودة جوّه مجلس إدارة النادي الأهلي. فحَس إن هو باختياره لحسام غالي وبعض الناس جوّه مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو أخفق كده في الاختيار. علشان كده كلمات حسام غالي طبعًا كان ليها تأثير. تخيل لمّا أنت تبقى مختار حد يكون معاك في مجلس الإدارة وتحس إن هو بينتقدك وماشي على سياسة تانية غير اللي أنت حاططها أو غير اللي أنت كنت متوقعها. علشان كده أنا باشوف إن بنسبة كبيرة إن الكابتن محمود الخطيب مش هيعدل عن قراره ومش هيرجع تاني يترشح في الانتخابات القادمة. الناس بقى بدأت تتكلم عن الناس المرشحة أو مين اللي ممكن ينزل مكان الكابتن محمود الخطيب وإن ما فيش حد يقدر يمسك مكانه. في طبعًا أسماء اترشحت زي الكابتن طاهر أبو زيد، محمود طاهر، ياسين منصور، طبعًا خالد مرتجي. ولكن أنا شايف من كل الأسماء اللي اترشحت دي، في اسم واحد لو نزل باحتمال كبير إن هو يفوز بالانتخابات وهو هيكون ياسين منصور، وأنا بصراحة مع الاختيار ده. ده حتى في ناس رشحت نجيب ساويرس إن هو ينزل الانتخابات، ولكن أنا متأكد مليون في المِيّة إن نجيب ساويرس مش حلمه إن هو يكون رئيس نادي أو رئيس النادي الأهلي. نجيب ساويرس أهلاوي طبعًا جدًا، ولكن هو حلمه إن هو يشتري النادي الأهلي لو النادي الأهلي اتخصص إن هو يكون مالك النادي الأهلي. في فرق إن أنت تبقى عايز تبقى رئيس نادي، وفي فرق إن أنت تبقى عايز تبقى المالك بتاع النادي الأهلي. علشان كده أنا باشوف إن نجيب ساويرس يعني صعب جدًا إن هو ينزل انتخابات النادي الأهلي على مقعد الرئيس. ولكن ياسين منصور من زمان نِفْسه يكون رئيس للنادي الأهلي. أنا بصراحة بتعجبني آراء الأستاذ ياسين منصور تفكيره دايمًا إن هو يحصل تطوير، والفترة اللي هو قعدها كرئيس لشركة الكورة في النادي الأهلي قدر إن هو يعمل تطوير سريع. ولكن طبعًا الفرق ما بين مجلس الإدارة أو الاختلاف ما بين مجلس الإدارة وياسين منصور هو ده اللي عمل الخلاف وخلّى ياسين منصور ما يكمّلش في منصبه. عشان كده أنا باشوف حتى لو في ناس ممكن تقول لك خالد مرتجي كان موجود مع مجلس إدارة النادي الأهلي، أنا باشوف إن خالد مرتجي ما كانش بيتم إعداده إن هو يكون رئيس للنادي. عنده خبرات، ده ما فيش شك. كان الله يرحمه العمري فاروق هو اللي كان بيتم إعداده علشان يكون رئيس للنادي الأهلي. طبعًا فخالد مرتجي مسك مكان العمري فاروق لمّا توفى، ربنا يرحمه طبعًا.
ولكن أنا زي ما باقول لك باشوف إن في كل الاختيارات اللي مترشحة أو الأسماء المرشحة إنها تنزل لو الكابتن محمود الخطيب ما ترشحش في الانتخابات الجاية، أنا رأيي الشخصي إن ياسين منصور هو هيكون أفضل اختيار، وهو اللي يقدر يعمل تطوير كبير جوه النادي الأهلي اقتصاديًا. واللي فاكر إن لازم تبقى لعيب كورة عشان تبقى رئيس نادي، ده فكر خلاص عفى عليه الزمن، وفي ناس بتنجح في أندية عالمية كتيرة ما لهاش علاقة بالكورة. ولازم يبقى أنت عندك فكر استثماري علشان تقدر تطور الدخل بتاع الأندية. يعني النادي الأهلي طلع في ميزانيته إن هو عمل ربح 45 مليون من كرة القدم. أنا باشوف إن ده رقم مش كبير بالنسبة للنادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي واسم النادي الأهلي. يعني أنت بتتكلم في مليون دولار. طبعا مصاريف النادي الأهلي كتيرة، ولكن أنت لازم تعظم من دخلك علشان اسم بحجم النادي الأهلي والمشاركات اللي هو بيشارك فيها في كل البطولات لازم يطلع كسبان ما بين 10 ل 20 مليون دولار في السنة علشان تقدر تغطي صفقاتك والألعاب الرياضية اللي أنت بتتحمل تكاليفها. هنشوف إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون فيها إيه. وأي حد يقول لك إن أنا عارف السبب الرئيسي إن الكابتن محمود الخطيب يبتعد، هو نفسه ما أخبرش أي حد غير إن هو قال الحالة الصحية بتاعته والكلام ده كله. ولكن أنا باشوف إن الحالة الصحية مش هي السبب الرئيسي لابتعاد الكابتن محمود الخطيب عن رئاسة النادي الأهلي، خصوصًا إن فاضل شهر وتخلص مدته. ولكن الموضوع فيه قصص تانية. ولكن أي حد يجزم إن هو عارف السبب، مجلس إدارة النادي الأهلي نفسه بما فيهم خالد مرتجي ما يعرفوش ايه هو السبب الحقيقي او الرئيسي لابتعاد الكابتن محمود الخطيب. استنونا في اخر الاخبار، واستنونا ان شاء الله في كل جديد عن موضوع استقالة الكابتن محمود الخطيب في حلقة جديدة في الكرة معاك.